لما الخضره يعدي عليها سنه في الفريزر وتبقى بالجمال ده يبقى لازم اخزنها من السنه للسنه. ان شاء الله النهارده كده مع بعض اقول لكم طريقتي في الخضره. والخضره دي يا جماعه من السنه اللي فاتت، والمقطع ده انا مصوراه ساعه ما كانت غاليه جدا، عملت بيها المحشي. تمام. هنجيب الخضره، هنبدا ننضفها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، ونشيل الاعواد كده دي. تمام. طبعا نجهز الكميه بتاعتنا كلها. عايز اقول لكم الخضره رخيصه جدا جدا، ربطه الخضره بجنيه، تخيلوا يعني انا جايبه ال10 ب10 جنيه. هنبدا نغسلها بالخل زي ما شفتوا كده معايا، بغسلها مره واتنين تحت ميه جاريه، وبجيب الصفايه بتاعت الخضار لو متوفره عندك تمام قوي، مش متوفره يبقى هتخليها الصف ميتها خالص وتحطيها في فوطه، المهم تنشفيها تماما من ميتها، مش عايزه فيها ولا نقطه ميه. بس الصفايه دي عايزه اقول لكم رهيبه. وكمان بعد ما بطلعها من الصفايه ببدا كده بالفوطه انشفها كويس قوي، بحيث لا يكون مثلا ايه منديه بسيط. بعد كده هنبدا نجيب بقى اكياس مطبخ، ونبدا بقى نعبي ايه الخضره بتاعتنا. طبعا بعد ما قطعناها نعبيها في الاكياس، واهم حاجه نخرج منها الهواء كويس جدا، وتربطي الكيس وتشيلها في الفريزر تقعد معاكي سنه ولا بيجرى لها اي حاجه. انتهزوا بقى